تلة. الرملية مش الصخرة. في رمل هنا في الأردن ولا صخر؟ كثيب رملي عشان نتفق، خلونا لغة عربية. يلا. كثيب رملي، اثنين جالسين، والاثنين جالسين هؤلاء على أساس التشكك الطارد اللي قلت لكم عليه. جالسين، قال واحد، وهذا في قرية من قرى السعودية في وسط السعودية، قال واحد للثاني: والله يا أخي ضاع الإسلام، والله يا أخي انتهى الإسلام، والله يا أخي ما بقى في الإسلام، يا أخي لما تروح لدول العالم، أمريكا، تروح لندن، ما تشوف قيمة للإسلام، والله يا أخي ما بقى إلا العالم الإسلامي، ما بقى إلا العالم. قال والله صدقت، فعلا العالم الإسلامي نعم، لكن يا أخي الدول هذيك تعبانة، لكن يا أخي حتى العالم الإسلامي عندك مشاكل، جيت أندونيسيا، جيت باكستان، ما تجد قيمة للإسلام حقيقية، غير العالم العربي ما في إسلام. قال والله صدقت، فعلا العالم العربي فيه قيمة للدين، فيه معنى للدين، فيه هيبة للدين، صحيح كلامك، لكن يا أخوي حتى لو سافرت لبعض الدول العربية يعني غير الخليج ما في إسلام. قال والله جبتها يا أبو فلان، فعلا هم قاعدين على كثيب رملي وفي رواية تلة تماما، قاعدين كذا ويشربوا الشاي، والله فعلا غير الخليج ما في إسلام، لكن يا أخي لو جيت بعض دول الخليج، رحت دبي، رحت كذا، يا أخي تشوف شيء ما يعجبك. أقول لك شيء، غير السعودية ما في إسلام. رد عليه هذا قال والله فعلا حقيقة السعودية يا أخي تحس كأن الإسلام يأزر منها أزر، لكن يا أخي إذا جيت الشرقية، جيت الغربية، جدة، حركات البنات، يا أخي لا، شوف غير الوسطى ما في إسلام. اللي منطقة الرياض، عارفين القصيم؟ هم كانوا في القصيم في منطقة هناك، القصة جت كذا، ولا أحترم المنطقة وأنا منها أيضا تماما، وقاعدين على الكثيب الرملي. قال شوف غير الوسطى ما في إسلام، لكن يا أخوي شوف حتى الرياض أيام الأعياد أنت حضرت وشفت شلون طريقتهم؟ أعوذ بالله، تحس ما هم مسلمين يا أخي. شوف غير القصيم ما في مسلمين. هم قرية صغيرة فيها مسجدين، القرية فيها مسجدين، وهم قاعدين على كثيب رملي في طرف القرية. قال والله فعلا يا أخي القصيم تحس يا أخي أصالة الدين والعلماء وكذا وكذا، لكن يا أخي إذا نزلت لسوق الذهب في بريدة وعنيزة، هذه المدن الكبرى في القصيم، شوف بعض النساء طريقة زيها وكذا، شوف يا أخي غير قريتنا ما في إسلام. قال تصدق أنا لاحظت هذا الشيء فعلا، غير قريتنا ما في إسلام، غير قريتنا ما في إسلام، لا ما في إسلام، لكن يا أخوي وقريتهم عبارة عن مسجدين وأحياء معها. لكن مرة من المرات فاتتني صلاة الجماعة مع مسجدنا، ورحت صليت مع المسجد الثاني، ولما صليت معهم يا أخي طول الصلاة هم واقفين، بعضهم يتحرك واللي يحب كذا واللي كذا. شوف غير جماعة مسجدنا ما في إسلام فعلا. جماعة مسجدنا يا أخي أنت جيت برمضان، جيت شفت طريقة صلاتهم، شفت كذا التراويح، الله جماعة مسجدنا يا أخي. لكن لي ملاحظة على جماعة مسجدنا، بعضهم ما يصلي السنة فعلا، بعض جماعة مسجدنا بعضهم ما يصلي السنة. أقول لك شوف غيري وغيرك ما في إسلام. رد عليه وش قال له؟ صدق فعلا كلامك، والله جبتها يا أبو فلان، لكن عندي عليك شوية ملاحظات. إذن هو المتشكك الفاحص ولا الطارد؟ طارد. وكثير منا كذلك ترى، هذا هو المتشكك الطارد. الإنسان يجب أن يكون متشككا فاحصا، يتأمل لا يطرد غيره، وهذه أساسية في لغة التفكير.